في جميع المداخلات ديالي كنحاول انني نوصل هذا الميساج للمستهلك، اللي صعيب انه في حق انه المستهلك يفهم في الجوده ديال المنتوج. ولكن هذا دورنا كناس اللي موالين القطاع، واللي استفدنا من مجموعه ديال التكوينات اللي كتاهلنا اننا نكونوا نوعيو الناس والمستهلكين انه المنتوج. انا كنصح المستهلك انه ياخذ المنتوج فيه واحد المجموعه ديال الخصائص. اول حاجه انني ناخذ واحد المنتوج اللي فيه لي ريفيرونس، عنده واحد التيكيتا وعنده واحد المصدر معروف، المصدر ديالو، شكون اللي كيبيعو، المؤسسه اللي كتبيعو، التليفون، العنوان. بهذا الصفه، هذا الشكل هذا تنكون انني ضمنت الحقي في الحق القانوني، وتكون عندي الصفه القانونيه انني الا وقعت لي شي حاجه ولا خديت شي منتوج ماشي هو هذاك، تكون عندك الصفه القانونيه انك تطالب بحقك ولو تكون شاريه غير ب5 دراهم. لانه البلاد راه فيها قانون ديال حمايه المستهلك، وقانون اللي كيحمي المستهلك من الغش ومن التدليس ومن الناس اللي كيستغلوا الظروف الصحيه لبعض الناس، كيستغلوا الجهل ديال الناس، المجموعه ديال انهم ما كيعرفوش في الجوده ديال بعض المنتوجات. بالنسبه ايضا انه كنهضروا على العسل فيه مجموعه ديال الانواع ديال العسل، وبالتالي كل عسل واللون ديالو، وكل عسل والنكهه ديالو. وايضا انه فاش ناخذ واحد النوع ديال العسل خصني نشم الريحه ديالو، ضروري خصني نشم الريحه ديالو والنكهه ديالو. حتى لا ما شميتهاش بالانف ديالي، ممكن نشوف ندوقها باللسان ديالي، غادي نميزها، وبالتالي نعرف هاد العسل واش فيه حد ادنى ديال الجوده. تنقولش انا ممتاز وكذا، لانه هذه العمليه ديال تحديد الجوده بالاضافه لهذه العمليه ديال التذوق ونذوق العسل كمستهلك، راه كاين المؤسسات اللي تراقب هاد الناس المرخصين اللي عندهم رخص، اللي هي مؤسسه ديال لونسا، اللي هي المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه، اللي كيقوم بمجموعه ديال التحاليل وكيشرف على مراقبه ديال هاد المؤسسات ولا هاد التعاونيات اللي كتنتج هاد المنتوجات هذه. وبالتالي راه تنعاود نقولها انه الانسان ياخذ شي حاجه اللي عندها معروف المصدر ديالها، مرخصه من طرف مجموعه ديال المؤسسات ديال الدوله، اما على راسهم وفي مقدمتهم لونسا اللي قلت هي المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه، ولا كانت المؤسسه ولا الشركه ولا التعاونيه عندها رخص اخرين كرخص التصدير ولا رخص ديال المؤسسات الدوليه، هذا يكون اروع ويكون ضمانه ديال الجوده ديال المنتوجات.